السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة شيوة تحسن في فيديو جديد. وفيديو ديالنا ديال اليوم ان شاء الله غادي نصاوب واحد الكيكة ديال اللبن، وبغيت نتشارك معكم الطريقة ديالي. عندي هنايا كاس ديال اللبن، كاس ديال السنيدة، 4 كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، 2 خمارات، واحد الساشي الفاني، ومن طبيعة الحال 3 ديال البيضات. بسم الله على بركة الله غادي نبداو ان شاء الله. هاد الكيكة هادي ان شاء الله توجدوها للصباح ديال العيد، الفطور، كتجي ساهله وبنينه بزاف. عندي هنايا ضفت 3 ديال البيضات ودرت عليهم كاس ديال السنيده، ونخلطو مزيان غير بالفوي ديال اليد. هنايا ضفت ساشي ديال الفاني. عندي هنايا كاس ديال اللبن، اي لبن عندكم ممكن تستعملوه، يا ديال سواء ديال العادي او اللبن اللي كيتباع في الكراتن، اي لبن ممكن ديروه. انا عندي هنا اللبن العادي هنايا ودرتو. عندي هنا غادي نضيف نص كاس ديال الحليب، 4 كاس ديال الحليب، كاس هنا ديال الزيت، ونخلط الخليط مزيان 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 حتى يتجانسوا هنا العناصر كلها مزيان. غادي نبدا نضيف كاس ديال الطحين. عندي هنا 3 الكيسان ديال الطحين، غنضيف كل كاس نخلط مزيان ونعاود نضيف الكاس الثاني. بطبيعه الحال هنايا الطحين راه مغربل، ضروري نغربلوه ونخلط مزيان الخليط ديالي. نخلطو الجناب حتى هما نحاولوا نكرطون باش كلشي يتخلط. غادي نضيف هنايا الكاس الثاني ونخلط مزيان مزيان، ننزلو الجناب حتى هما نخلطوهم. سهله بسرعه كتوجد الكيك، بطبيعه الحال راه هو بسرعه كيوجد. وهنايا غادي نضيف الكاس الثالث، هنا كيف ما قلت لكم 3 الكيسان ديال الفورس. ها هو كيف كتشوفوا الكاس الثالث. خلطوه في الاول غير بشويه باش ما الطحين ما يتشتتش، حاول ما يتشتتش لينا. ونبدا من بعد نبداو نخلطو مزيان 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 باش الطحين ما يكورش، ضروري نخلطوها مزيان. ومن بعد هنا كنضيف 2 الاكياس ديال الخميره د الحلوى، ونخلط الخليط ديالي مزيان مزيان. انا من بعد ما خلطت الخليط نتوما كيف كتشوفوا كيفاش كيولي على هذا الشكل. هذا الخليط كيكون هنا. عندكم هنايا المول، اي مول عندكم ممكن تستعملوه، اي طاوه عندكم ممكن تستعملوها. انا هذه شديت هاد الطاوه هذه، دهنتها بالزبده وغبرتها بشويه ديال الطحين وضفت عليها الخليط كيف كتشوفوا على هذا الشكل. بطبيعه الحال نكرطو كلشي حتى شي حاجه ما تبقى. وهنا بطبيعه الحال انا الكيك ديالي، اي كيك كيف ما كان النوع ديالو، كنسخن الفران عاد كندخلو الفران وكيجي مزيان. عندي هنا بطبيعه الحال الفران ديال الغاز. من بعد ما خرجت الكيكه كتخرج على هذا الشكل هذا، غادي نخليها حتى تدفى شويه تبرد ونقلبها، وعلى هذا الشكل كتجي الكيكه ديالنا. هنايا دهنتها بشويه ديال الكونفيتير الوجه ديالها، درت عليها شويه ديال الكوك. هنا التزيين كيبقى اختياري، ممكن ما ديروا عليها حتى شي حاجه. نقطع معكم واحد الطريف، وانتم كيف كتشوفوا كتجي زوينه زوينه بزاف، وكتجي بحال البونج، كتجي فعلا زوينه الكيكه. نتمنى ان شاء الله تجربوها، ونتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وراقكم. ما تنسوناش من لايك ومن التعليق الزوينه ديالكم. هانتوما كيف كتشوفوا الكيك كيجي على هذا الشكل هذا، كتجي زوينه وخفيفه بزاف.
وصلنا لنهاية الفيديو، والى فيديو قادم ان شاء الله.